نعم. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة يا أستاذ. العفو شيخنا العفو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الله يحفظكم، كيف أنتم؟ الحمد لله الله يبارك فيكم الحمد لله. عسى الجميع بخير. الله يحفظكم الحمد لله الله بخير. أهلا مرحبا. أبو أحمد عندكم يا أبو ليلى؟ أي نعم. ايش الصحف اللي جايكم من السعودية هذه؟ إيه هذه يعني جماعة ماذا أقول أنت أدرى. لا حول ولا قوة إلا أبو بكر الجزائري كما كنتم سمعتم مقال منشور هنا، كذلك صاحبنا القديم محمد أمان كمان. أي نعم. سبحان الله. يا سيدي لا يخفاكم أن الفتنة هذه الحقيقة دخلت كل بيت. نعم نعم. وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم. الحمد لله الحمد لله. يعني تجدون كلمات عجيبة جدا، يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن المقلد إنه يحطب الحطب ويلقيه على ظهره وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر. أحدهما نقل عبارة للإمام النووي بأنه يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان حسن الرأي بالمسلمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يعني كان في بعض إخواننا العامي في الشام عامي لكنه ما شاء الله كيس وفطن، كان يتكلم بكلام فيه يعني حكمة وفيه تباكي على الشعب المسلم بل وعلى البعثيين. يقول يا إخواننا لا تلوموهم لما بيقولوا إنه الدين أفيون الشعوب، لا تلوموهم لأنه هيك فهمانين الدين. يجيب أمثلة اللي بيخرج من قضاء الحاجة وبيمسك حاله وبيدبك في الأرض وإلى آخره. بيقول هذا هو الإسلام. لا تلوموهم إذا قالوا إنه الدين أفيون الشعوب. الله المستعان. والله في عندكم ناس لا يا شيخ. أي نعم. طيب بالله إذا ممكن نكلم من الأخ. يلا بسم الله.